السلام عليكم. النهاردة محضر لكم حلقة مميزة، جايب لكم التشكيل المثالي لكأس الأمم الأفريقية في كودوفوار، وجايب لكم برضو معاه التشكيل المثالي لكأس الأمم الآسيوية في قطر. ويعني هنتكلم عن مباراتي يعني دوري أبطال أوروبا، الريال، وهنتكلم عن مانشستر سيتي، وهنختم يعني عشان خاطركم بمباراتين في الدوري المصري هنحل بيهم كده. طبعا يعني يا ريت تستنوا عشان انا هقول حاجة مهمة جدا بالنسبة لمباراتين الدوري المصري، في حاجة مهمة. يا ريت يعني تسمعوها عن الدوري المصري في الآخر. يعني طيب نبتدي بالتشكيل المثالي لأفريقيا. ويليامز عارفينه، الحارس المميز جدا لجنوب أفريقيا طبعا، جدير بأنه يكون أفضل حارس وأنه يكون في التشكيلة المثالية في ال 11 دول، أفضل 11 في ال 24 فريق في كأس الأمم الأفريقية. طبعا كل واحد في مكانه. ويليامز فعلا حارس مميز جدا، يستحق من جنوب أفريقيا. بعد كده هنلاقي إكوينج من نيجيريا. إكوينج عارفينه ده الكابتن، وأحرز 3 أهداف وشوف كده، وخد أحسن لاعب في الكان الأفريقي في كودوفوار. إكوينج اللاعب المميز جدا اللي بيجيب الأهداف طبعا ده بهدو. اللاعب الثاني مافالا من جنوب أفريقيا، لاعب مدافع مميز. بعد كده عندنا لاعب عربي، أشرف حكيمي من المغرب. طبعا الباك اليمين خد يعني في التشكيلة المثالية، ويعتبر أفضل باك يمين في الكان. ماسوكو بتاع اللاعب بتاع الكونغو، أفضل لاعب يسار في التشكيلة المثالية. وعندنا هنا كيسي بتاع كودوفوار، لاعب خط الوسط المميز. و موكينا بتاع جنوب أفريقيا، عارفينه اللاعب المميز جدا بتاع سان داونز. يعني أكيد هو من اللعيبة المميزة جدا وفي التشكيلة المثالية. وعندنا نسوة، أو نسو، بتاع غينا لسه عارفين الهداف اللي جاب 5 أهداف، وهو هداف على فكرة الكان ده. وعندنا لوكمان بتاع نيجيريا، لاعب الطرف المميز جدا. وعندنا هالر بتاع كودوفوار اللي جاب الهدف المميز، اللاعب الطويل اللي كان شفي من مرض السرطان وجاب الهدف القاتل لكودوفوار وخدوا بيه الدورة. وأحلى ختام مع أفضل لاعب مصطفى محمد من مصر في التشكيلة المثالية، شرفنا ويعني خلانا سعداء إن في اسم مصري. يعني في فرق كتيرة مش مذكورة هنا في التشكيلة المثالية، لكن مصطفى محمد صراحة يستحق وجدير. ويعني كان هداف، وغير كده يعني لاعب مميز في نادي مميز جدا. يعني 2 لاعيبة عرب، مصطفى محمد وأشرف حكيمي، على أفضل ما يكون في التشكيلة المثالية. شايفين طبعا تشكيلة منوعة فيها لعيبة من فرق عديدة جدا. يمكن أكتر فريق جنوب أفريقيا فيه يعني تمثيل 3 لعيبة بس مميزين جدا صراحة. يعني لعيبة مميزة جدا في نيجيريا، في 2 في برضه كودوفار. يعني طبعا دي اللعيبة المميزة. طب نشوف التشكيلة المثالية ل يعني كأس آسيا. عفوا. مشعل طبعا حارس قطر، وخد طبعا أحسن حارس. علي البليهي من السعودية. ولوكاس مينيز. بص ده قطر طبعا، عارفين انه في تجنيس في قطر، يعني لعيبة بيبقوا أجانب. الأردن عبد الله نصيب، وخد نصيبه في يعني التشكيلة المثالية هنا في من الأردن. لعب باك يسار، هنا باك يمين على البلاهي. جدوين من استراليا، وحسن الهيدوس من قطر. بتكلم عن 3 قطر لغاية دلوقتي. مهدي قائدي من إيران، وأيمن حسين من العراق. وطبعا أكرم عفيف اللاعب الرابع من قطر، وخد أحسن لاعب وخد الهداف. جاب طبعا 8 أهداف في النهائي، جاب 3 أهداف من ضربات جزاء طبعا في هذه المباراة. ويزن النعيمات من الأردن. ولي كانج من كوريا الجنوبية. الغريب ان سون اللاعب
المهاري جدا، اللاعب الهداف، اللاعب المتميز جدا مش موجود. وطبعا دي علامة الاستفهام. واحد من أفضل اللعيبة، لم يكن أفضل لاعب في آسيا على الإطلاق، يعني أفضل من بصراحة أفضل من اللعيبة دي كل مش مذكور. الغريب إنك تلاقي إن أفضل فريق قطر، أفضل حارس قطر، أفضل لاعب قطر، الهداف قطر. وفي يعني أنت تتكلم عن في التشكيلة المثالية لاعب اتنين تلاتة أربع لعيبة. طبعا يعني عدد كبير، خصوصا إن في فرق يعني موجودة رائعة جدا. يعني في الدورة 24 فريق، ما اختارش أربعة من فريق. طبعا دي يعني فيها نوع من أنواع المجاملة زي ما نحن شايفين. عموما بالتوفيق، يعني كانت دورات مميزة، وشفنا يعني مباريات مليئة بالإثارة ومليئة بالمتعة ومليئة بالمفاجآت. طيب إذا تكلمنا عن المباراتين، في مباراتين معانا هنتكلم عنهم. الأول يعني في بداية الكلام معانا يعني هنتكلم عن الدوري المصري دلوقتي. لكن المان سيتي فاز على كوبنهاجن 3-1. بروين جاب وسيلفا جاب وفيدن جاب. فودن جاب الهدف الأخير في بعد الدقيقة 90. كوبنهاجن يعني فريق دنماركي مميز جدا، وواخد بطولات، يعني ليه تاريخ واخد بطولات. تأسس على 1992. فريق يعني كويس وفريق مميز، لكن هو بيصطدم بالسيتي اللي في أعلى حالة فنية. طبعا دوري أبطال أوروبا يعني تفرج طبعا على متعة كبيرة. لكن المباراة طبعا عارفين طبعا يعني مش كوبنهاجن مش من الفرق العالية جدا في أوروبا. الريال كان مع يعني فريق ليبزيج اللي هو الألماني. ليبزيج الألماني ده ده فريق طبعا يعني المركز الخامس في الدوري الألماني. كوبنهاجن المركز الثالث. وفريق تأسس يعني حديثا 2009. فاز طبعا الريال في الدقيقة 48 بهدف لدياز 1-0. يعني نتفرج طبعا على يعني مباريات قوية جدا في الأدوار القادمة. لو تكلمنا عن الدوري المصري بدأ، لكن قبل ما اتكلم عن الدوري المصري في حاجة يعني غريبة جدا 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 انا يعني مركز فيها ولاحظتها. ان الاربع فرق اللي لعبوا، يعني سموحة مع البنك الاهلي، الجونة مع المصري، تعادلوا. الغريب ان الاربع فرق فرحوا بالتعادل. حاجة اغرب ما يكون. شفنا النهاردة طبعا يعني بدون يعني استهزاء ملاعب على أسوأ ما يكون. لعب سيء، ما فيه جماهير، يعني حاجة يعني بصراحة صعبة صعبة. يعني انت كمدرب، المدرب اللي يعني مدرب الفريق اللي موجود في الملعب يمل، واللعيبة تمل، واللعيبة بتقوى، واللاعب يعني إذا تقدم بهدف ولا اتنين تلاقيه ينام في الملعب يعني بالخمس دقايق، ويعني ملل. حاجة يعني حاجة تجيب الاكتئاب في البداية، يعني من البداية أول يوم النهاردة. طيب في ملاحظة تاني إن الحكام واللعيبة جايين طبعا من فترة إجازة، فتبص تلاقي في عضلات. طول ما في عضلات، سواء حتى الحكام برضو اعتبر ان في اكل كتير وفي تدريب جامد، يبقى بيكون عضلات، يبقى ما فيش رشاقة، ما فيش لياقة. يعني اللاعب لازم يبقى ملتزم بالاكل، ولازم الفريق يكون بيوزن اللعيبة. وحتى الحكام لازم لما هيجري ازاي وهيحكم ازاي وهيروح ويجي ازاي مع الكرة. اتكلم مع المباراة الأولى الجونة والمصري، تقدم الجونة. رجع المصري تقدم الجونة، والمصري طبعا تعادل. يعني بعد كده تقدم البنك الأهلي ورجع سموحة. كله النهاردة فرح بالتعادل، رغم ان التعادل او النقطة زي الهزيمة بالظبط. يعني اذا اتكلمنا عن مثلا سموحة اللي رجع والمصري رجع بالهدف، التنين المفروض هم عايزين يتقدموا في الجدول، عايزين ينافسوا على المركز الرابع او المركز الخامس او المركز الثالث، عشان يخش مثلا كونفدرالية، يخش بطولة عربية، ياخد مركز متقدم. النقطة يعتبر هزيمة. لكن الفرق، وبعد كده انت تتكلم عن
فريق زي الجونة ما قريب من الهبوط، يعني انت النقطة يعني بص كده زي الهزيمة بالظبط، مش هتعمل معك حاجة، مش هتطلعك من المكان اللي انت فيه. البنك الاهلي برضو يعني فريق سموحة بيتعادل في الدقيقة 85، بص تلاقيه بيحاول يمشي الكرة بالراحة عشان يطلع بالنقطة ويقول لك نقطة من سموحة. يا عم انت ممكن تبقى الظروف مهيئة ليك قدام الاهلي والزمالك، وممكن الظروف ما تبقاش مهيئة مع أقل فريق، فاستغل التهيئة دي وفوز. 3 نقط يفرقوا بيك. انت بتتكلم، تخيل شايف البنك الأهلي فين؟ يعني طبعا لاعب 12 أكتر فريق لعب هو البنك الأهلي، كلام عن 10 نقاط، يعني انت في مكان صعب جدا. فكان لازم ان بعد التعادل لازم تضغط بكل اوراقك عشان ايه تحاول يعني ايه تفوز، تجيب ايه 3 نقط يرفعوك لمكانة تاني. نفس الكلام بالنسبة للجونة، مش بعيد من مراكز الهبوط، فطبعا التعادل يعني بيبقى ايه بطعم الخسارة، وخصوصا اذا كنت متقدم. اما المصري وسموحة فبعد التعادل انت راضي وفرحان بهذا التعادل. التعادل ده يعني برضو ما عملش حاجة، انت في يعني الظروف مهيئة جدا للمصري وسموحة انهم يخشوا تالت ورابع وخامس. يعني سموحة والمصري من الفرق اللي دعمت وبتصرف مبالغ طائلة عشان الفرق دي توصل للمراكز المتقدمة وتخش طبعا كونفدرالية أو يعني بطولة عربية أو أي مركز متقدم. يا ريت طبعا إن شاء الله بإذن الله من الغد ممكن نحاول نشوف يعني مباراة أفضل أقوى أحسن، إثارة أكتر، الفرق كلها تكون رغبتها في الفوز أعلى مش في التعادل. يعني القانون بتاع الكرة اتغير، وخلوا الفوز ب3 نقط. على فكرة الفوز كان بنقطتين بس، يعني يمكن من 20 سنة أو حاجة زي كده، عشان الفرق يعني تتلهف على الانتصار وعلى الفوز وتلعب كرة هجومية، مش تفرح بنقطة نقطة. يعني التعادل زي أقرب للهزيمة منه للفوز. أتمنى التوفيق للجميع.